بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم واجعلها يا ربي ساعة خير. ما يمكنش نتكلموا على قضية الصحراء، ما يمكنش نتكلموا على الدفاع على الوحدة الترابية المغربية دون ما الحديث عن الأمم المتحدة والمعارك اللي خاضها المغرب على مر تاريخ هذا المشكل المفتعل، هذا المشكل المفروض علينا من قبل الجزائر. ما يمكنش نهضروا على الأمم المتحدة دون ما الحديث اليوم على أسد من أسود المغرب وبطل من أبطال الدفاع عن الوحدة الترابية في المجال الدبلوماسي، وهو ضيفي وضيفكم اليوم. أرحب بالسيد عمر هلال. عرفت الرجل منذ 35 سنة، كنا نخرج جميعا من مكاتبنا وكان الوحيد الذي يظل يشتغل إلى ساعات متأخرة من الليل. كان مهوسا بقضية اسمها الصحراء المغربية، يناضل ليل نهار بالتقارير والمتابعة والسفر من عاصمة إلى عاصمة. سي عمر هلال الذي وهب حياته كلية لقضية الصحراء، وها هو اليوم يجني انتصارا وراء انتصار. أرجو أن ترحبوا معي بسعادة السفير ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال. سي عمر، مرحبا بك. شكرا جزيلا سيدي سعيد للدعوة للنقاش معك وكذلك للجمهور الذي يتابعك في هذا التلفاز ديالك. أريد فقط أن أقول أنني لست أسدا، ولكن خادم مغربي، خادم ملكه وخادم بلده وخادم قضية كل المغاربة إن شاء الله. أولا مبروك علينا جميعا سعادة السفير، ومرحبا بك وشكرا على تلبيتك لهذه الدعوة، كنشكرك بزاف. أبدأ أولا، ما هو تقييمك الخاص للقرار 2756؟ كيف تراه؟ هو أقول لك هو انتصار طبعا. بعض المرات لا يجب أن نكون متواضعين أمام إنجازاتنا. أنا أعرف بأن المغاربة عادة يكونوا متواضعين. هذا انتصار بمعنى الكلمة، لأن مع الأسف المعاداة الجزائرية كانت قوية، كانت شرسة، وأخذت أبعادا كبيرة. كان هذا تكون كيف تنقولوا هنا في أمريكا business as usual. كانت قرار حيمر يعني الولاية ديال مينيسو كانت سوف تتجدد كيف كل أكتوبر، ولكن هذه السنة لأن الجزائر انتهزت الفرصة ديال وجودها في مجلس الأمن لكي تعمل ضغوط على الأعضاء لكي تغير تقريبا كل المعنى والفحوى ديال هذا القرار. للتذكير، كان القرار فيه 44 فقرة، الجزائر جات ب 23 فقرة، لا في الفقرات بريامبولير ولا الفقرات اوبيراتيف. والهدف ديالها هو يعني اولا خروج محو اسمها من القرار، ثانيا محو مسلسل التطاولات المستديرة، ثالثا محو الإشارة للإيجابية والمعقولية ديال المقترح المغربي للحكم الذاتي، رابعا إدخال يعني ميكانيزم ديال حقوق الإنسان ديال الولاية ديال مينيسو، خامسا هو فرض زيارة ديال المندوبية السامية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة المنطقة، مع العلم أن هذه المندوبية جاءت 3 مرات لليوم. كون أن مجلس الأمن رفض بأغلبية قوية هذه المقترحات، الانتصار موجود في هذه المقترحات. طبعا الرفض ديال هذه المقترحات الجزائر، وخاصة بعد الناس الأصدقاء اللي عادة يعتبرون كأصدقاء ديالها،
سعادة السفير، الكثير من المغاربة يتساءلون متى سينتهي مشكل الصحراء؟ وفي ظل الانتصارات التي يحققها المغرب اليوم، آه، هل فعلا اقتربنا من النهاية؟ أتفهم السؤال ديال كل المغاربة متى سينتهي، لأن المغاربة يريدون أن تكون عندنا علاقات طيبة مع الجزائر. المغاربة يريدون أن يرجع إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف. المغاربة يريدون أن يعني كل الدول 5 دول تنخرط في إحياء المغرب العربي المغاربي اللي هو حلم كل المغاربة. ولكن مع الأسف الحل ليس في يعني العقدة عند الجزائر. ومع الأسف إخواننا الجزائريين رغم هزائمهم، رغم فشل مشروعهم الانفصالي، رغم الملايير التي دفعوها لتسليح والدفع والدفاع وشراء دماء دوليا من أجل المشروع ديالهم الانفصالي، رغم ذلك مع الأسف لم يعوا أن هذا غادي للحائط، هذا فشل. الحمد لله احنا في وضعية 1000 مرة أحسن. بعيدا عن السياسة سيدي عمر، بعيدا عن السياسة، حسب رؤيتك الخاصة، ما الذي تريده الجزائر من المغرب؟ هي تقول أنها ليست طرف في هذا النزاع، وطبعا أنت تستمع لهذه الادعاءات. في رأيك وفي قرارة نفسك، ما الذي تريده الجزائر؟ شنو بغات؟ فأنا عندي سؤال. الدولة التي ليست طرف لماذا تقترح تقسيم؟ الدولة التي ليست طرف لماذا تمول البوليزاريو؟ لماذا تسلح البوليزاريو؟ لماذا تسمح له أن ينطلق من أراضيها؟ لماذا تقوم بحملة دبلوماسية ضد المغرب؟ فالدولة التي تظن أنها يعني غير طرف لماذا تقترح يعني تغيير في مشروع الأمريكي؟ أول مرة هذه الاقتراحات القوية لم تعملها الجزائر منذ يعني وجودها في مجلس الأمن هذه 10 شهور لأي موضوع طرح على طاولة حديث في مجلس الأمن. فاحنا على العموم تعودنا على المعاداة تاع الجزائر، تعودنا على الشراسة ديالها وعلى المكائد ديالها، وحنا في المرصاد، سوف نبقى دائما في المرصاد لها. سعادة السفير، القرار 2756 يعترف بأن مرجعية كل النقاشات حول مشكل الصحراء المفتعل هو سنة 2007، وما يليه بعد ذلك، وعلى رأسه مقترح الحكم الذاتي. هل ما زلنا إذن في حاجة إلى نقاشات ومفاوضات وحوارات، ومع من؟ أكيد نحن في حاجة لاستمرار المسلسل السياسي، لأن ماذا يريد المغرب؟ المغرب يريد أن يقفل ملف الصحراء يعني نهائيا مع الخاتم ديال الأمم المتحدة. يريد حل متوافق عليه من جميع الأطراف، يريد حل سياسي يتقبله الجزائر، موريتانيا، طبعا الناس اللي تابعين الجزائر، الشرذمة تاع البوليزاريو. احنا منذ البداية دائما كان المقولة تاعنا لا نريد حلا مفروضا، نريد حلا تفاوضيا مفروض واقعي وبراكتيكبل. وإن شاء الله هدفنا هو أن المبعوث الأممي يتوفق في إقناع جيران الجزائر بالعودة إلى طاولة المفاوضات لحل هذا المشكل. ولكن غير إخواننا كل مغربي يعرف أن احنا عندنا دائما استعداد، وكما قال صاحب الجلالة الله ينصره دائما يده يعني ممدودة لأخوه السيد فخامة الرئيس الجزائري، وإحنا لإخواننا الجزائريين. واحد النهار العقل سوف ينتصر على هذه المعاداة إن شاء الله. سي عمر، معروف بأن محاولات الجزائر توسيع مهمة المينورسو
كانت متكررة وعلى مدى سنوات، ربما 9 سنوات. ما هي أهداف الجزائر في رأيك من محاولة توسيع هذه المهمة؟ وهل فعلا أي الجزائر هل فعلا هي حريصة على موضوع حقوق الإنسان؟ الجزائر لا يهمها حقوق الإنسان، لأن لو كانت تهمها حقوق الإنسان لطبقتها في بلدها، لطبقتها على السجناء السياسيين، على البلوجرز، على المغنيين، على كل واحد عنده رأي مختلف على رأي الحكومة، على الصحفيين، على التلفزات التي أقفلت والجرائد كذلك التي أقفلت. فبلد الذي ليس هو مثال لحقوق الإنسان كيف يمكن له أن يتشدع بحقوق الإنسان لجاره؟ احنا الحمد لله الصحراء مفتوحة، يعني ونتعامل مع المندوبية السامية لحقوق الإنسان تاع الأمم المتحدة، زوار رسميين وغير رسميين، مؤتمرات، بناء، استثمار، دول أجنبية تأتي، يعني التجارة، عدد التراكس الكاميونات التي تمر عبر الصحراء تقريبا بين 300 إلى 400 في اليوم تروح من أوروبا المغرب لإفريقيا، وتعبر الصحراء العزيزة، تعبر مركز قرقرات. فهي طبعا هذا يحرجها كذلك أن الضخم الدولي دائما للحكم الذاتي، الدول التي تعترف بمغربية الصحراء. فطبعا هذا انهزام وفشل لمخططها، وهم طبعا يعني عندهم مرارة أمام الإنجازات والثقة الدولية في مواقف المغرب وفي دفاعه على مغربية الصحراء. سؤالي ما قبل الأخير، أنت كنت أول من أثار قضية منطقة القبائل المحتلة، ويومها صنعت الحدث. هل لقي نداؤك أي تجاوب من قبل المنتظم الدولي؟ طبعا نحن نعلم بأن القرار أو هذا النداء تم الترحيب به من شعب القبائل، لكن على مستوى المنتظم الدولي ما هي الأصداء التي وصلتك؟ أولا أود أن أذكر أن ماشي هذا عامين أو 3 سنوات اللي مرات باش ذكرنا في محافل الأمم المتحدة حق تقرير مصير للشعب القبيلي في سنوات 2003 2004 2009 طرح المغرب تكلم على حق الشعب القبيلي أمام مجلس حقوق الإنسان. ماذا الفرق؟ هذيك الوقت الجزائر لم تشتكي ولم تحتج ولم تقطع علاقتها، قطعت علاقتها مع هذه 3 سنوات. طبعا إحدى الأسباب، لأن ماشي هذه أسباب قطعت علاقات، وطبعا قالوا أننا نريد أن نمس الوحدة الترابية تاع الجزائر. احنا لا نريد أن نمس الجزائر بأي أساس ولا وحدتها الترابية. احنا السؤال هو الجزائر تتكلم وتتشدق دائما بمبدأ تقرير المصير، فنقول لها أن مبدأ تقرير المصير هو مبدأ عالمي كوني، فكيف لك أن تتكلمي فقط على الصحراء المغربية؟ ابدأي أولا، أعطي المثال، كوني مثالية وابدأي بالقبائل. احنا وهذا من جهة. من جهة ثانية أنا لما تطرق لهذا الموضوع أتطرق له من الناحية المبدئية، من الناحية الإيديولوجية ديال الأمم المتحدة، من الناحية ديال القرارات، من هذا المبدأ، وأطرح سؤال وأترك طبعا لإخواننا الجزائريين يجاوبوا عليه، لكن هذا كطرح إجمالي ولكن ليس ضد الجزائر. نعم. آخر سؤال لي سعادة السفير عمر هلال، هي ما هو تقييمك لمواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن؟ نتحدث عن فرنسا، الولايات المتحدة، إنجلترا، الصين والاتحاد الروسي.
كيف، طبعا رأينا كيف أن روسيا امتنعت عن التصويت، لكن باقي الأعضاء الدائمين وافقوا على القرار. ما هو تقييمك لهذه الدينامية؟ فهو طبعا الدول دائما كان موقفهم إيجابي، لأنهم سابقوا أولا عند 4 صوتوا لم يصوتون لصالح المقترحات الجزائرية لتغيير مشروع القرار. ثانيا 4 كذلك صوتوا لصالح المشروع الأمريكي الذي بتمديد ولاية المينوسو. هنا الحمد لله عندنا فرنسا وعندنا الولايات المتحدة الذي اعترفوا بمغربية الصحراء، ليس فقط الحكم بمغربية الصحراء. انجلترا تساند أو تؤكد على أهمية الحكم الذاتي. الصين عندها يعني موقف إيجابي من القرار الأمريكي. طبعا الولايات روسيا هي الوحيدة التي لم تصادق عليه، يعني دارت حياد abstention، ولكن ليست ضد مشروع القرار. موقف فرنسا غير طبعا المعطيات خاصة في أوروبا، ونتمنى، وهذا أكيد لأن عدة خبراء يقولون أن باقي الدول الأوروبية سوف تتبع فرنسا، خاصة أن وصلنا الآن إلى 20 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي الذين يساندون الحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء. شحال بقاو 5 عام. إن شاء الله الدبلوماسية المغربية ديال سيدنا الله ينصرو وبالتعليمات السامية ديالو الله يحفظو ويعطيه صحته غادة تستمر هذا النضال في التفسير، في الدفاع، وفي إقناع الدول التي لم تعبر عن رأيها، خاصة فيما يخص هذا الحكم الذاتي، لكي تنضم للزخم الدولي لصالح المملكة ولصالح مغربية الصحراء ولصالح الأمن والاستقرار والتصالح في المنطقة إن شاء الله. سي عمر، واحد المرة كان عقل هذه 35 سنة دخلت عندك المكتب وكنت معصب من نيرفي، وقلت لي ماشي ضروري تربح دابا، ولكن اللي هو ضروري هو أنك تستمر باش تربح في أي وقت. شعار خديته في حياتي، ماشي ضروري تربح دابا أو غدا، ولكن تكون متأكد أنك غادي تربح. ونحن نعتقد بأن المغاربة جميعهم يكسبون ويربحون، مباراة وراء مباراة، مباراة طويلة عريضة تهم الوحدة الترابية المغربية. سي عمر، بزاف ديال الناس باغيين يسمعوا السي عمر الإنسان، كيبلغوا لك سلام، كيحيوه كما في الشارع، كما شفناهم في الشارع في الرباط وفي جميع المدن المغربية. الناس ديال تويتر كذلك، الناس ديال اليوتيوب، الجميع كيحييك، وغنشوفوا التعاليق كيفاش كلها كتوجه لك التحية. شنو يمكن لك تقول لهم؟ أولا نشكرهم على عواطفهم الفياضة، لا في تويتر ولا في الميت ولا في الشارع، وهذا يثلج قلبي، في نفس الوقت يشجعني على أن أعطي الكثير، وعلى أن أعمل كل شيء لكي أكون في مستوى الثقة المولوية اللي فيها سيدنا، وأكون في مستوى ديال تطلعات كل مغربي ومغربية. وهنا أريد أن طبعا كلمتي الأخيرة هي بعد الشكر والامتنان ونداء أنه يستمروا في الاهتمام بقضية الصحراء، وأنا تنعتز بهذا الاهتمام. أقول لهم كما أقول لكل واحد جالس سلم عليا وشجعني، دعيوا معايا. إذن باسمكم جميعا أيها الأعزاء أعود وأشكر السي عمر هلال على هذا الوقت الذي خصصه لنا، وما غنعلقش لأن مع حضور الماء يبطل التيمم. حضر السيد عمر هلال وقال كل ما يلج في أذهاننا، وهو الرجل اللي كيعيش هذا المشكل من موقع الحدث ويواجهه ليل نهار، وبالتالي
أعتقد أن التعليق له وقت آخر. كنشكركم جميعا على دعمكم لهذه القناة والإعجاب